سكون يخيم على كل شيء، صمت رهيب وهدوء عجيب، ليس هناك سوى موتى وقبور. انتهى الزمان وفات الأوان. صيحة عالية رهيبة تشق الصمت، يدوي صوتها في الفضاء، توقظ الموتى، تبعثر القبور. تنشق الأرض، يخرج منها البشر حفاة عراه، عليهم غبار قبورهم، كلهم يسرعون يلبون النداء، فاليوم هو يوم القيامة لا كلام. ينظر الناس حولهم في ذهول، هل هذه الأرض التي عشنا عليها؟ الجبال دكت، الأنهار جفت، البحار اشتعلت، الأرض غير الأرض والسماء غير السماء، لا مفر من تلبية النداء. وقعت الواقعة، الكل يصمت، الكل مشغول بنفسه، لا يفكر إلا في مصيبته. فبعد أن ماتت جميع الخلائق، يقف الله عز وجل في كبريائه، يقف وينادي: كنت أنا الله الذي لا إله إلا أنا، وأبقى أنا الله الذي لا إله إلا أنا يا دنيا. أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ ثم ينادي المنادي من قبل الله تعالى: أيتها العظام النخرة، أيتها الرمم البالية، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فيقوم الناس للعرض على الله عز وجل، وأول من ينشق عنه القبر ويخرج هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يخرج إلى الحشر، فيتضرع ويقول لله سبحانه وتعالى: اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي، ولا خديجة زوجتي، ولا صفية عمتي، ولكن أسألك أمتي يا رب العالمين. فينادى من قبل الله عز وجل: يا محمد، وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي، وأنا أقول رحمتي، فلا تضيع أمة بين الشفيع والرحيم. ثم تخرج الخلائق جميعا من قبورهم، ويذهبون مباشرة إلى أرض الحساب، وهي الأرض التي سيحاسبهم الله عليها، وهي أرض بيضاء نقية لم ترتكب عليها معصية أبدا. فيسير الناس في هذا اليوم، منهم راكبا ومنهم ماشيا، ومنهم من يسير على وجهه، كل على حسب عمله في الدنيا وعلى حسب إيمانه. فبعد أن بعث الله الناس وقاموا من قبورهم وذهبوا إلى أرض المحشر، يقومون في أرض المحشر قياما طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فتشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عز وجل عليهم من العذاب. فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك منه فيأبى ويقول: لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى غيري أنا لست لها. فبعد أن يرفض جميع الأنبياء التشفع لهم، يذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيرضى الله له بالشفاعة للناس لبدء الحساب. وهذا المقام لم يعطه ربنا لأحد إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فيحمل عرشه يومئذ 8، وهم اليوم 4،
أقدامهم في تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم. لهم زجل في تسبيحهم يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه، ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت إليكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.